اهلا وسهلا العائله، اش اخباركم؟ بخير هانيين. نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم هاد الميني كيك اللي تيجيو رائعين بزاف بزاف. غادي نحضرهم غير بجوج بيضات وتخرجوا لنا هاد الكميه هادي تبارك الله ما شاء الله، وتيجيو خفافين بزاف ولذاذين. كميه اللي هي كثيره 14 قطعه وغير بجوج بيضات. بلا ما نطول عليكم دوزو نكتشفوا الوصفه ديالنا مع المقادير وتنتظر على الصوص ديالي وفرجه ممتعه. وبسم الله على بركة الله غادي نحتاج لهاد ميني كيك هذا. عندنا هنايا كاس ديال السكر، انا ما معمراهش بزاف، ولا كنتو تبغيو الحلاوه تقدروا تعمروه. وعندنا نص كاس ديال الزيت، وعندنا الماء غادي نشرح لكم كيفاش غادي شحال الكميه ديال الماء اللي غادي نحتاج. وعندنا عصير ليمونه حامضه، وعندي هنايا ياغورت بنكهه الفانيلا. الوزن ديال العلبه 110 غرام. تقدروا ديروا اي نكهه تفضلوا. و250 غرام ديال الدقيق، درت ليها هنايا رشه الملح دائما باش تصحح لينا الذوق هكا، باش ما ننساهاش ندير فيها الدقيق. وجوج بيضات، جوج اكياس د الخميره الحلويات من فئه 100 غرام مجموع 16 غرام، وكيس ديال الفاني باش نكوى هاد الميني كيك. وصافي هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو، مكونات اللي هي بسيطه بزاف وتعطينا واحد الكميه اللي كثيره وتيجيو رائعين، تيجيو خفافين بزاف. غادي ناخذ هنايا بول اللي غادي نخدموا فيه الكيك. هنا ما نحتاجو لا طراب كهربائي لا والو، غير بيدينا غير بالطراب اليدوي غادي نحضروا هذا الكيك. غادي ناخذ هذا البول هذا ندير فيه جوج بيضات. وتنعتذر لكم مره واحده اخرى على الصوت ديالي، جاتني نزله ديال البرد، غير سمحوا لي وصافي. صافي درت هنايا جوج بيضات. دابا غادي نضيف ليها، غادي نبدا نطربو، نضيف ليه كاس ديال السكر سنيده. سكر سنيده هنايا الا كنتو تبغيو الحلاوه غادي تعمروه، انايا ما معمراش الكاس. صافي هنايا غادي نطرب مزيان حتى يذوب لينا داك السكر ويتغير لنا اللون ديال البيض، غير هكايا بالفوي. ما نحتاجوش كاع الطراب الكهربائي، ولا بغيتو تستعملوه ماشي مشكل. غير هكايا تعمد نخدم غير بيديا. كاين اللي ما عندوش الطرب الكهربائي راه ماشي ضروري، غير هو تيسهل علينا الخدمه وصافي. صافي هنا غادي نطرب البيض مزيان مزيان هكايا حتى يذوب لنا داك السكر ويتغير لنا اللون ديال البيض على هذا الشكل هذا كما غادي تشوفوا معايا. صافي ملي تيولي لنا على هذا القوام هذا غادي ناخذ الزيت، غادي نديرو بالتدريج وانا كنطرب. ضروري من المراحل كل حاجه نخدموها على حقه وطريقه هكا باش ينجح معنا الكيك ضروري. وصافي نخلطو مزيان حتى يندمج لنا الخليط. ودابا غادي نضيف علبه ديال الياغورت من وزن 110 غرام. درتها بالنكهه ديال الفانيلا، وتقدروا ديروا اي نكهه كتفضلوها. هنايا نسيت ما ضفتش نكهه ديال الفانيلا، كان عليا نضيفها مع البيض. ولكن نسيتها ماشي مشكله، عاد فكرت دابا غادي نضيفها ماشي مشكل. صافي نخلط كلشي مزيان. ودابا هذاك الماء اللي عندي غادي نديه نسخنه، غادي نديرو يسخن ونكمل الخليط ديالي بلا ما سخن ليا الماء. هنايا دابا الدقيق غادي نضيف الدقيق، هنا درت له رشه ديال الملح ضروري. غادي نضيف نص الكميه في الاول ونخلط، ومن بعد عاد نضيف نص الكميه الثانيه. صافي نحاول نخلط مزيان الكميه الاولى. ونضيف دابا نص الكميه الثانيه، وغادي نضيف معاها جوج اكياس ديال خميره الحلويات فئه 100 غرام مجموع 16 غرام. صافي ونخلط مزيان داك الدقيق، ندخلو مع الخليط مزيان. هنا راه الماء تيسخن، انا نقول لكم شحال القياس ديال الماء اللي غادي ندير. هنا من بعد ما سخن ليا الماء، هذاك عصير ليمونه حامضه عطاتني ربع كاس. هنا من بعد ما سخن لي الماء خويته على ديك العصير. كملت به نص كاس، يعني ربع كاس ديال عصير الليمون حامضه وربع كاس ديال الماء. صافي خويته مباشره هو سخون على الخليط هذا. تعطي واحد القوام زويون للكيك، وتعطي واحد الخفه، تيجينا خفيف وتنكه لينا داك الحامض، تيزيد ينكه لينا هذا الكيك هذا وتيجي رائع بزاف. كما شفتوا تيجينا على هذا القوام هذا، تيجي رائع بزاف بزاف. هذا هو القوام ديالو اللي تيجي هكايا، تيجي رائع كما قلت لكم. صافي ها هو الخليط ديال الكيك ديالي واجد. وهنا غادي ناخذ هاد القوالب فرديه،
المهم ديروا أي قوالب عندكم تفضلوها، كما تقدروا ديروها كيكة بحجم عائلي. عندي هاد الكويغطات ديال المادلين، غادي نلبسهم بهاد الطريقة كما تتشوفوا بهاد القوالب هادو، نقادهم تيعطيونا الشكل ديال المول كما تتشوفوا. هاد الميني كيك هادو راه تيجيو رائعين بزاف. وحتى ما كانش عندكم هاد الميني مول، تقدروا ديروها بحجم عائلي كما قلت لكم، راها تتجي خفيفه وتتجي رائعه بزاف. صافي غادي نلبس هاد القوالب هاد الكويغطات هادو ديال مادلين، نحاول نلبسهم كاملين يعطيونا الفورمه ديال هاد المول على هاد الشكل هذا. صافي ونبدا نفرغ في الخليط ديالي. انا هنا استعملت غير ملعقه بحجم كبير، هنايا تنفرغ فيها ملعقه ونصف. المهم ما تعمروهمش حتى الاخير، ضروري تخليو واحد شويه هكا، راه مازال غادي تطلع. صافي غادي نفرغهم كاملين بنفس الطريقه. غادي نوزع الخليط ملعقه ونصف كل قطعه على هذا الشكل هذا كما تشوفوا. هنايا عندي 10 ديال الليمون، غادي نفرغ هاد الكميه وتبقى لي واحد الكميه اخرى، غادي نخلي حتى نطيب هادو ونولي نكملهم بنفس الطريقه. صافي كما تشوفوا على هاد الشكل هذا. المهم هكا البنات لنا شي وحده مقاداش، نحاولوا نقادو هكا باش يجيونا مقادين وصافي. وهنا تبقات لي هاد الخليط ديال الكيك هذا، غادي نطيب هادو ونرجع نكملهم بنفس الطريقه، نخليه على جنب حتى نكمل هادو نطيبهم ونرجع ليهم ان شاء الله. صافي هنايا غادي نزينهم. خديت هنايا تفاحه، ما بغيتش نحكها في الاول، خصني حتى نبغي نديرهم مباشره نحكها باش هكا ما يتاكسدش معانا. صافي غادي نحكها في الجهه الغليظه كما تشوفوا، نحكها التفاحه هذه. صافي من بعد هنا ما حكيتها غادي ندير ليها واحد المعلقه ديال عصير الليمون حامض هكايا باش ما تاكسدش، باش ما يتغيرلناش اللون ديالو. كما قلت لكم راني حكيت مباشره، غادي نديرو هكايا باش ما تتغيرش اللون ديال التفاح، دغيا تيتاكسد وتيولي كحل. صافي غادي نوزعو هكايا، نزين به الوجه ديال هذا الكيك بهذه الطريقه هذه. تيجي هاد التفاح هذا تعطي واحد المنظر اللي هو رائع بزاف، وتعطي واحد التعليكه اللي زوينه بزاف. صافي غادي نوزعهم هكايا، نحاول نقاد ليهم الوجه ديالهم بحال هكايا. وهنايا عندي اللوز ايفيلي، غادي تا هو نزين به بحال هكايا، تا هو تعطينا واحد القرمشه ملي تيطيبو تعطينا واحد الجماليه. المهم لكم الاختيار، تقدروا تزينوا باش ما بغيتوا كاوكاو كونكاسي او كاوكاو ايفيلي او اللوز اللي بغيتو. انا درت هنا اللوز ايفيلي، ولكن تعطي واحد المذاق اللي رائع. صافي هنايا خديت واحد شويه ديال السكر سنيده هكا تنرشو باش يعطينا داك اللون ذهبي، تعطينا واحد الجميره اللي زوينه بزاف. صافي هنايا من بعد ما كملتهم غادي ندخلهم الفران. تنكون مشعل على درجه الحراره 180، غادي نشعل عليه من الفوق من التحت 10 دقائق صافي تكونوا واجدين. ها هما الميني كيك ديالي من بعد ما طابوا تيجيو على هذا الشكل هذا، تيجيو رائعين بزاف. ودابا غادي نكمل الكميه اللي تبقات لي حتى هي غادي نطيبها بنفس الطريقه. نتلاقاو في الشكل النهائي. ها هما الكيكات ميني كيك واجدين ما شاء الله، تيجيو رائعين بزاف، تيجي واحد اللوين فيهم ذهبين ومعلكين، تيجيو خفافين. خرجوا لي 14 قطعه ما شاء الله، بجوج بيضات تتخرج لنا واحد الكميه اللي هي كثيره مهمه. تيجيو رائعين بزاف، وتيجيو الشكل ديالهم المنظر ديالهم رائع بزاف، وتيجيو خفافين كما تتشوفوا ما شاء الله، تيجيو خفافين. ضروري هنا منفتحه معكم باش تشوفوا كيفاش جات، كيفاش القوام ديالها داير. شوفوا الخفه ما شاء الله، شوفوا كيفاش جاو خفافين.
وبلا ما نهضر لكم على المذاق تيجيو رائعين بزاف، تيجيو معلكين وتيجيو غزالين الصراحه. هذا هو القوام ديالهم بعد ما فتحتها معكم لداخل. شوفوا الخفه كيفاش يجيو اسفنجيين ما شاء الله. وكان هذا هو الميني كيك اللي حضرت معكم، وهنايا تنختم معكم الفيديو، تنقول لكم نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده بحول الله. مع السلامه.